ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل مع بعض الكب كيك الحلو ده. مدارس داخله علينا. والولاد ساعات ما بيرضوش يفطروا، ينفع للفطار، ينفع في اللانش بوكس مع كوبايه شاي بلبن كده الصبح لو الولاد مش بيحبوا يفطروا. سهل وسريع. معايا 3 كوبايات دقيق، هعملهم هخرج منهم الهواء في المصفى. وهنزل عليهم بكيس بيكنج باودر او كيك شيف، وهقلبهم مع بعض تقليبه كده واسيبهم على جنب. وحطيت فيهم ذره ملح. معايا بيضتين، هقلبهم بالمضرب. انا هعمل بالمضرب اليدوي، ممكن تعمليه في الخلاط او بالمضرب الكهرباء اي حاجه. حطيت عليهم معلقه خل وهقلبهم، واحط عليهم كوبايه سكر، وهحط فانيليا سايله او فانيليا اللي هي الكياس دي. لو عندك كياس حطي 2. وحطيت عليهم كوبايه لبن، وهحط تاني وانا بعجن نص كوبايه بس بالتدريج، مش هحطها كلها كامله يعني، هحطها بالتدريج. كوبايه الا ربع زيت على سمنه او زيت بس عادي، ونقلب كويس شويه حلوين كده مع بعض. ادي 3-4 دقايق. بعد كده هنزل بالخليط بتاعي على المكونات الجافه، الدقيق والبيكنج باودر اللي انا عملته. ولما تيجي تقلبي كيك قلبيه على اتجاه واحد عشان يخرج الهواء ولما تيجي تسويه ما يهبطش منك. هنا حطيت شوكليت شيبس، ممكن ما تحطيش، تستغني عنه عادي لو انتوا مش بتحبوه. وممكن كمان تزودي كاكاو. هنا اهو بحط اللبن بس حطيته بالتدريج. وهنا لحد ما وصلت للقوام ده كده. معايا قوالب الكب كيك، انا حطيته في قالب سيليكون. لو انت عندك اللي هو الصاج ده عادي، بس لو سيليكون حطيه في صينيه كده عشان ما يقعش، تعرفي تمسكيه يعني. هنا حطيت فيها الورق الزبده ده، ونزلت بالخليط لحد 3/4 كده او نصها. وحطي نصها بس عشان ما يطلعش منك بره زي ما هو طلع معايا. وحطيت عليها الوش شوكليت شيبس، واللي اتبقى مني عملته في طاجن تاني وحطيت عليه كاكاو ورحت حط عليه برضو شوكليت شيبس من جوه ومن بره. بس كده. لو وصلت لحد هنا متنسيش تعملي لي لايك وشير ومتابعه، وكومنتك الحلو بيخليني استمر وبيشجع. ادخلها الفرن لمده 25 دقيقه على الرف الوسطاني او الفرن الكهربائي لمده 25 دقيقه. واختبريها، لو لقيتيها استوت تمام، لقيتيها لسه عايزه، على حسب تسويه الفرن بتاعك، لدرجه حراره 180. وبعد كده بسيب الفرن شغال قبلها ب10 دقايق. بس كده. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. اشوفك فيديو جديد، مع السلامه.